جايبه لكم وصفه انما ايه بجد بجد طعم وريحه. ومعانا هنا 3 وحدات كوسه وهنقطعها شرايح كده. بص السمك بتاعها ده كده، شايفين السمك؟ عايزين السمك ده. طب وبعد ما نقطعها شرايح كده هنعمل ايه؟ بصي هنيجي نقطعها كده زي صوابع البطاطس، شايفين؟ بالشكل ده. وهنعمل ال3 وحدات بالشكل ده. ومعانا بولة كبيرة ونحط فيها الكوسة، ومعانا معلقتين دقيق، ومعانا ملح، نص معلقة ملح، نص معلقة بابريكا. وتعالى نقلبهم على بعضيهم كويس كده بالشكل ده. ومعانا دلوقتي قلاية وفيها معلقتين زيت، وهننزل فيها الخليط بتاعنا ده وهنقلبه. دي بقى من الاكلات الصحية الخفيفة والسريعة كمان، يعني اكلة حلوة قوي. هنقلبها كده لحد ما تستوي. وممكن تبدلي المعلقتين الدقيق دولت بدقيق جوز الهند او دقيق اللوز او الشوفان، حلو بتوع الدايت يعني. وهي كده الكوسه استوت والدقيق استوى، شايفين شكله؟ هنعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ يلا بينا. معانا معلقه صغيره توم او فصين توم مفرومين، ومعلقه صويا صوص، معلقه سمسم. ويلا بينا نقلبهم ياخدوا تقلبتين كده على البوتاجاز ونطفي. ووصفة بجد تحفة ملهاش حل، طعمها يجنن. يعني اللي ما بيحبش الكوسة ويعمل الطريقة ديت هيدمنها. وصفة سهلة وسريعة وصحية ومغذية. ده البقدونس والكزبرة اللي انا مفرزاهم، شايفين لونها اخضر ازاي؟ هناخد حبة ونرشها عليهم بالشكل ده، شايفين بقى الجمال؟ وده اجمل طبق كوسة تكليف حياتك، صحي وخفيف وسريع، بجد وصفة تجنن.